يا اختي، ما خلاص عرفنا ان الست تفيدة اشترت خروف، ناقص يجيبوا له ميكروفون ويعلقوا في رقبته جلاجل. ولا رابطينه في ترابزين السلم علشان اللي طالع واللي نازل يتفرج على خروف الضحي. طب يا اختي والنبي، لولا الافندي بتاعنا حشحتة ارض في الهرم علشان نبنيها حاجه كده على قدنا، ما كانت تعدي السنه دي من غير ضحيه. ومن غير ضحية ليه يا ست دولت؟ انا عندي فكرة. ايه يا اختي؟ ايه رأيك لو نعملها مفاجأة للأفندية بتوعنا؟ تيجي نشترك احنا الاتنين في خروف، قولوا اننا ستات بنعرف نتدبر صحيح. او النبي فكره برضو يا ست سميره، ده باين يوسف الافندي يا بتاعنا. اختي اقعدي يا ست دولت، هو كل ما تسمعي حس حد طالع على السلم تقولي الافندي بتاعي؟ مش تستنى لما نكمل اتفاقنا؟ يا اختي ما اتفقنا وخلاص، عاوزاني ابصم لك بصوابعي العشره؟ انا موافقه. ده مش يوسف، يظهر السكان اللي فوق طول النهار يدبدبوا على دماغنا. صدقتي وامنتي بقى. تعالي بقى يا ست اقعدي عشان نكمل اتفاقنا. اندهلك بقى كمال ابني علشان يقولك على تمن الخروف. يا سلام عليكي، هو انا يا اختي بكدبك يا ست ام كمال؟ معلش معلش والنبي يا كمال. ايوه يا ماما. تعالى حبيبي، قول لطنط دولت على الخروف اللي اشتريته لنا. ايوه يا ماما. قول بقى لطنط دولت على الخروف اللي اشتريته لنا وعلى تمن. بصراحة كده ادفعي 4 جنيه. طب واذا ما كانش معايا غير 3.5؟ هو احنا هنفاصل بعض يا ست دولت؟ ما هو كده كويس يا ماما، احنا مش جايبينه ب7 جنيه و60 قرش. يا واد واكله وشربه في الاسبوع اللي فاضل مش هيتكلف اقله 40 قرش. الله،